السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ايه رأيكم بقى في الشفاط الجديد؟ زي الفل. مهما كان شفاطك عليه كمية دهون كتيرة او بقالك فترة ما نضفتهوش، لان بيبقى نظافته بصراحة بتبقى صعبة شوية. تعالى اقولك بقى ازاي تنضفيه بسهولة، وازاي تحافظي عليه من سنة للسنة، علشان لما تيجي تنضفيه بعد كده ما تتعبيش. لو انت اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي، انزلي بقى اضغطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يجيلك مني كل جديد. شايفين الشفاط ده بقاله سنين بصراحة، بسم الله ما شاء الله. والشفاط لما بيبقى نضيف كده بيبقى خفيف، وقوة الشفط والطرد بتاعته بتبقى عالية، وبيشفط كل الأبخرة وكل الدهون اللي في المطبخ، وبيخلي المطبخ كده طراوة وجميل. غير بقى منظره كده بصراحة يفرح. يلا بينا نشوف بقى عملنا ايه. بصوا حبايب قلبي، انا الشفاط ده بنضفه مرة واحدة في السنة. بصوا شايفين الورق الفويل اللي جوه ده هو اللي بيحمي من السنة للسنة. تعالوا بقى اوريكم منظره. بصوا منظره قبل ما اركب الفويل الجديد. شايفين الدهون؟ انا قطعت الحتة دي عشان حابة اوريكم من جوه. بصوا نضيف ازاي. بنشيل بقى كده الورق بكل سهولة، وكل اللي تحت الورق ده هنلاقيه نضيف. شايفين؟ هنشيل ده كله. تمام. شايفين اللي تحت الورق كله نضيف زي الفل، مش محتاج مني اي مجهود. الفكرة دي بصراحة مريحة جدا. تخيلين لو الدهون اللي على الورق ده موجودة على اسمها ايه، بتبقى الريشة بتاعة الشفاط. شايفين الدهون عاملة ازاي؟ والله من رمضان لرمضان بعمل كده. خلص من كل الورق بقى. بصوا اللي في الجناب ده، انا عملته كده بالفرشة بتاعة الجاروف، لان دي كانت اتربة. نفضتها كده بفرشة الجاروف، وبليت كده فوطة شوية كلور، ورحت ماشية بقى كده على الشفاط كله بقى بيبرق اهو. هنجيب بقى لفة الفويل دي الجديدة، وهوريكم بقى نلفه ازاي. هقيس كده على قد الريشة وهجوزها، يعني كل واحدة، يعني انا قست من ناحية واحدة طول الريشة وبعدين جوزتها، فهم هنا 3 فهعمل 6. ركزين. وابتدي بقى اقصها اهو. ادي كده اول واحدة اهي. بعد ما فردتها انا كنت جوزاها وقصتها كده، هفردها بقى. وهدخل بس طرف بتاعها وثبتها كده بايديا. افضل اضغط كده بايديا، هي بتمسك على طول في هي اسمها ايه، ريشة ولا اسمها ايه، اللي هي بتاعت الشفاط دي. واقوم بقى كده جاية تانية. موضوع سهل جدا مش صعب، هتلاقيها بتتعمل معاكي بكل سهولة. اهم حاجة تضغطي وتثبتي وما تخليش حاجة ايه باينة اهو. الزيادة بقى بخليها لورا، لو حتة زيادة لورا برميها لورا. وهكون محضرة معايا لزق سولوتيب وبلزقها، هوريكم برضو ازاي اهو. هعمل واحدة كمان. الحتت اللي هي طلعت زيادة من ورا هلزقها كده بسولوتيب
علشان مع الاستعمال او الهوا ما تفكش. تمام. كده مش فاضل غير واحده هعملها اهو. الزيادات برميها لورا والزقها بسولوتيب علشان خاطر ااكد عليها انها ما تفكش اهو. دي كده حته زياده ما اقصهاش بقى، خليها برضو موجوده واتني كده من الجناب واقعد اضغط كده علشان تمسك كويس، وهلزق كده. مش فاضل غير التالتة، مش عايزة الفيديو يطول عليكم. كده قصيت بقى حتتين طوال على قد العمودين واعملهم برضو بنفس الطريقة كده. اضغط جامد علشان تمسك. انتوا عارفين ان الورق الفويل يعني بيطبع على اي حاجة اهو. بصوا الموضوع ده سهل جدا. بصوا بقى لو انت فعلا مش عاملاه بورق فويل زي كده وعليه نسبة دهون كتير، هوريكي برضو الشفاط السنة اللي فاتت ما كنتش حاطه عليه ورق فويل، ما كانش عندي فسيبته فترة طويلة فاتعمل عليه دهون. هحط لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع طريقة تنظيفه ازاي تقدري تنضفيه برضو بكل سهولة. المروحة مش عايزة تركب ركبت تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. تنسينيش بقى بدعوة حلوة ولايك كده، انزلي اضغطي لايك لو انت نسيتي، وما تنسيش طبعا الاشتراك. وكل سنة وانتوا طيبين.